طيب احنا هنتكلم عن جيميناي. الأداة دي تابعة لجوجل، وأداة قوية جدا في مجالات كتيرة قوي. تمام، ممكن نضغط عليها تظهر عندنا الواجهة الرئيسية بالشكل ده. هنا موجود معانا بقى فكرة اللي هو المودلز اللي موجودة فيها جيميناي 3. هنا مثلا في thinking اللي هي بتسولف الكومبلكس بروبلمز، اللي هي مثلا ممكن يحل لك المشاكل الموجودة في الكود، الباجز الموجودة في الكود. هنا مثلا معاك البرو thinking longer for advanced math codes، يعني بيشوف لك الحاجات المتقدمة في الماث أو في الكود، فيزياء بقى وكودينج بشكل عام problem solving مثلا. حلو جدا. وهنا معاك الابجريد، ممكن ندخل على الابجريد هنا نشوفه. في هنا مثلا معاك جوجل اي اي بلس، دي 124 جنيه. معاك جوجل اي اي برو، دي تقريبا ب 700 جنيه، ولكن حاليا ليها شهر مجاني للمصممين. النسخة دي معمولة تقريبا للمصممين. حلو جدا. ومعانا برضو جوجل اي اي الترا، ودي بيستخدمها اصحاب الشركات بقى. دي في الاصل ب 9000 تقريبا، وهي حاليا عليها عرض النص لمدة 3 شهور ب 4300. حلو جدا. طب هنا ممكن نبص مثلا على الفرق ما بينهم. الفرق هنا شاسع في حاجات كتيرة قوي. ممكن نبص على فرق واحد بس، اللي هو الستورج. هنا معاك 200 جيجا بايت، تمام. هنا مثلا في النسخة التانية معاك 2 تيرا بايت. هنا معاك 30 تيرا بايت. تمام. ده يبين لك الفرق ما بين يعني النسخ المختلفة. حلو جدا. احنا ممكن دلوقتي مثلا نبص على الديب ريسيرش، نقول له مثلا عايز اعمل بحث عن تحول الرقمي في اسبانيا مثلا. وهتلاقوني كتير قوي بتكلم عن اسبانيا لان انا بحب البلد دي جدا يعني. مش عارف ليه بس انا بحبها يعني. طبعا هيبدأ بقى يجيب لك خطة البحث ويقول لك لو عايز تعدل عليها كل الكلام ده. فانت كباحث هنا يعني الأداة دي فيها جزء قوي جدا ليك. تمام. في طبعا أدوات تانية، ولكن الأدوات التانية دي احنا مش هنتكلم عليها النهاردة ومش هذكرها النهاردة، لكن بعدين احتمال كبير نتكلم عنها يعني. تمام. هنا تقدر تعدل الخطة بقى مع نفسك. هيعدل لك بقى الخطة، ابحث عن نظرة عامة شاملة، كل الكلام الرائع ده. هتقول له ايه اللي مطلوب يتغير، مثلا ممكن نقول له 1 مثلا و5. اوكي. هو انا كان المفروض اعمل فاصلة ما بينهم بس اتس اوكي يعني. المفروض ان هو بدأ دلوقتي يعدل عليهم. تمام. هو بصوا كده، جاب لنا البحث بالطريقة دي وعدل على 1 و5 أكيد. تمام. حلو جدا. ممكن ندوس هنا بدء البحث. هيبدأ بقى يعمل البحث. وطبعا أنا مش بقول لك تعتمد عليه بشكل كامل، ده يبقى غباء. لازم تعتمد عليه إن هو يساعدك. تمام. بس مش أكتر. بصوا كده السورس أو المصادر اللي هو جاب منها، دي المصادر اللي جاب منها كل الانفورميشن الموجودة دلوقتي. لازم تدخل طبعا وتبص على المصادر دي وتتأكد من كل نقطة بنفسك يعني. تمام. بصوا كده. كل مثلا 3 بوينتس عليهم بقى الانفورميشن او الويب سايتس اللي جت منها.
حلو جدا 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 يعني. احنا بس كنا عايزين بس نعرف يعني هو هيعمل بحث بأنهي طريقة. دي الطريقة اللي هيعمل بيها البحث. بص كده، هيجيب لك كل معلومة هو جابها من فين بالظبط، وده حاجة جميلة جدا، لازم تراجع برضو وراه بشكل عملي قوي. وطبعا وصل للنص دلوقتي، خلينا نروح نشوف حاجة تانية. اوكي، ممكن ندوس ايقاف هنا، يس كانسل. ممكن مثلا نضغط هنا نيو شات. ممكن دلوقتي مثلا نروح على كانفاس مثلا. هنا مثلا ممكن نعمل موقع تفاعلي بسهولة جدا. عايز اعمل موقع تفاعلي عن تحول الرقمي. دي واحدة، حول الرقمي في اسبانيا او في النمسا مثلا، في النمسا. اوكي، وندوس ارسال. هيبدأ يعمل الموقع تفاعلي. طبعا احنا ما حددناش يعني البروموت بتاعنا هو عايز ايه بالظبط. انا عايز ايه؟ عايز الموقع ده مثلا باللهجة المصرية، عايز الموقع ده باللغة ايه، عايز الموقع ده يعني يبقى عامل ازاي في الالوان، في الديزاين بتاعه، في الشكل بتاعه مثلا يبقى تراثي او حاجة. انت ما قلتلوش كل الانفورميشن دي، فهو طبيعي جدا مش هيجيب زي ما انت عايز. بص هو جابه ازاي. طب احنا دلوقتي مثلا ممكن نعمل لقطة حلوة جدا. ممكن نقول له عايز موقع تفاعلي عن تحول الرقمي في اسبانيا او في النمسا، زي ما هي النمسا، عشان نشوف الفرق مثلا. آه باللهجة المصرية، اللهجة المصرية. حلو جدا، بطريقة مثلا بسيطة يفهمها الجميع، والألوان مثلا تكون يسود فيها. مثلا ممكن نقول يسود فيها اللون الأصفر مثلا. يا أهلا، الأصفر. ندوس إرسال. شوف الفرق بقى ما بين الموقع التفاعلي اللي احنا عملناه كده وخلاص، والموقع التفاعلي اللي احنا حددنا فيه مجموعة من الحاجات كده اللي هي اللهجة المصرية وبطريقة بسيطة يفهمها الكل، واللون اللي يسود فيها اللي هو اللون الأصفر. طبعا هيبدأ يعمل الموقع التفاعلي ده. موضوع بسيط جدا يا شباب والله. يعني بصوا كده، اللون الأصفر هو اللي طاغي هنا. بص كده اللهجة، النمسا أونلاين. ببساطة إيه اللي بيحصل هناك في عالم التكنولوجيا؟ يعني إيه تحول رقمي؟ بصوا كده الشكل اللي هو عمله. حلو جدا يعني، حلو جدا. طب أنا دلوقتي عجبني مثلا الموقع ده وعايز أشيره مع أصحابي. في مثلا دروس أنا عملت لها تلخيصات وكده وعجبتني وفهمت منها، عايز أشيرها مع أصحابي مثلا. هنيجي هنا عند الشير، هنضغط عليه، هيتنسخ تلقائي. بعد ما يتنسخ بقى تقدر تشير مع أصحابك كلهم، أو مع آه، أو على حساباتك اللي على المواقع دي، سواء لينكد إن، فيسبوك، إكس، تويتر سابقا، كل الكلام ده. حلو جدا. طب احنا دلوقتي ممكن نعمل حاجة ظريفة جدا. ممكن نقول له عايز بطاقات أسئلة عن الموضوع ده، ونشوف هيقول لنا ايه. بصوا كده،
اللي هي الفلاش كوردز اللي احنا اتكلمنا عنها في نوت بوك طبعا الفلاش كوردز دي يعني عجيبة، جميلة جدا أيام الامتحانات يعني. هيبدأ طبعا يعمل لنا الفلاش كوردز. بصوا كده، يعني ايه اي دي وكده. بصوا كده، بصوا كده، دي النتيجة اللي طلعت لنا، دي الفلاش كوردز اللي احنا اتكلمنا عنها. جميلة جدا. برضو ممكن تعمل لها شير من هنا، وشير بقى مع أصحابك في كل حتة. خربها بقى، وساعدهم وساعد الناس اللي حواليك، خليك إنسان يعني جميل كده. تمام. حلو جدا. ممكن برضو نعمل أسئلة. عايز أعمل مثلا امتحان، عايز أعمل امتحان عن الموضوع ده. أنا مثلا معايا امتحان بكرة، أبلود فايل هنا. تمام، وأعمل اللي أنا عايزه بقى، أبلود صورة، وأعمل اللي أنا عايزه، وأكتب له إن أنا عايز مثلا أسئلة عن الكلام ده كتير قوي. يعني من ضمنها مثلا إن أنت تبعت لأصحابك، تشير. دي النتيجة اللي ظهرت قدامنا يا شباب. ايه هي مثلا نسبة تغطية شبكة ال 5G في النمسا حاليا؟ مش عارف، وصلت ل 96. دي الإجابة الصح مثلا. أنا والله توقعتها، أنا ما قريتش أصلا. تمام. ممكن ندوس نيكست مثلا. طب احنا دلوقتي ممكن نختار اختيار. لا، الاختيار صح. تمام. ممكن مثلا اختار برضو أي اختيار. أوكي. هنا بقى جاب لك اللي هو الإجابة دي صح ليه. تمام. والإجابة دي غلط ليه. ده امر مهم جدا. انت دلوقتي لو جبت السؤال صح، فهو بيقول لك الاجابه دي صح ليه. ولو جبت السؤال غلط، فهو بيجيب لك السؤال غلط ليه والاجابه الصح وصح ليه. هيساعدك جدا يعني في الدراسه، زي النوت بوك اللي بالظبط. تمام، حلو جدا. ممكن دلوقتي مثلا نروح ل guided learning. حلو جدا. ممكن مثلا نقول له عايز اعرف معلومات بسيطة باللهجة، اللهجة مثلا المصرية، عن التنمية المستدامة بس. بدون إرسال. وأحب أقول لكم إن أنا أحد سفراء التنمية المستدامة، خريج تدريب كن سفيرا تابع لوزارة التخطيط. حلو جدا. دي الانفورميشن اللي موجودة معانا. رائع يعني. ممكن نيجي بالانفورميشن دي ونقول له عايز امتحان، امتحان مقالي مثلا، وبعد ما أخلص أقدر أشوف الإجابات تحت. وندوس إرسال. بص الريزلت هتبقى عاملة إزاي. بصوا كده. ده أول سؤال موجود معانا، ده تاني سؤال، ده تالت سؤال. تمام، حلو جدا. دي إجابة السؤال الأول، دي إجابة السؤال التاني، دي إجابة السؤال التالت زي ما قلنا له بالظبط. وهنا أحب أقول لك على ميزة حلوة جدا موجودة، لو هي إن أنت تقدر تسأل جيميناي مثلا عن أي حاجة. مثلا تقول له يعني إيه الكلام ده، يعني إيه. دوس إرسال، هيحلل لك هنا أو هيرد عليك في الاستفسار اللي أنت عايزه بشكل بسيط جدا. وممكن تقول له يعني إيه بطريقة بسيطة، والكلام ده كله براحتك جدا يعني. وهنا تقدر تعمل برضو شير للكلام ده. ممكن
يعني تنزل الفايل ده كدوكس. ممكن برضو هنا تعمل حاجات كتيرة جدا، تخليه انفوجرافيك، تعمل كويز، تعمل فلاش كوردز. كانفا زي ما قلت لكم يا شباب فيها حاجات كتيرة قوي، زي ان انت تقدر تعمل منها انفوجرافيك، تقدر تعمل منها موقع تفاعلي، تقدر تعمل منها كويزات، تقدر تعمل منها حاجات كتيرة قوي. تمام، حلو جدا. نيو شات، شات جديد. احنا يعني اتكلمنا في كل الكلام ده.